المنتخب المغربي يودع كأس إفريقيا. كان هذا المنتخب آخر منتخب عربي يملك الأمل بالفوز بكأس إفريقيا. أو شتي بقيتو كتقوسوا على بعضياتكم حتى جبتوها في ريوسكم، ما داتها لا الجزائر ولا تونس ولا مصر ولا حتى المغرب. كون غا كنتو كدعموا بعضياتكم حتى ما كاين غا التقواس. انت والله الا ربحتي. اصبحت حقا اكره الرقم الرابع. خسرنا كأس العالم في قطر بالمركز الرابع، والآن خسرنا التأهل للربع النهائي في كأس إفريقيا. أصبحت أكره الرقم الرابع. لم نعد نريد أن نكون في المركز الرابع، بل نريد أن نكون في المركز الأول. أولا، المنتخب لا ذنب، قدم الأفضل وقام بكل ما يستطيع، لكن شاءت الأقدار بمشيئة الله. قبل بدء المباراة بين المنتخب المغربي وجنوب إفريقيا، كان كل من سفيان بوفال وحكيم زياش غائبين عن المباراة. قبل نهاية الشوط الأول كان لدى اللاعب عدلي فرصة في تسجيل الهدف الأول، أو على الأقل كان يمكنه أن يمررها للاعب آخر، لكنه ضيعها. وفي الدقيقة 45 كان تكتيك الفريق جيدا، وكنا على وشك التسجيل، لكن اللاعب سليم لم يتمكن من تسجيل الهدف. تلك كانت الفرصة الثانية. كنا سنتقدم بهدفين في الشوط الأول، لكن ضيعنا الفرصة. الفرصة الثالثة كانت بعد بداية الشوط الثاني، عندما لم يتمكن لاعب أوناحي من تسجيل الهدف. ضاعت الفرصة الثالثة، والآن جنوب إفريقيا سيبدأ بالدك. في الدقيقة 57 سجل اللاعب ماغوبا الهدف الأول، وفي الدقيقة الثانية سجل اللاعب تيباهاو الهدف الثاني. كيف أفسر ما حصل؟ أداء المنتخب المغربي لم يكن أبدا مثل أدائه في المباريات السابقة. بونو لم يتمكن من صد الركلتين السابقتين، والأكثر إحباطا تضييع اللاعب أشرف حكيمي ركلة الجزاء التي على الأقل كانت ستكون ماء في وجهنا. الآن أوجهنا أصبحت جافة. أعرف أنه كان إقصاء صعبا، إقصاء لا يمكن نسيانه، لكن هذه تبقى كرة قدم، ولا يجب أن نعطيها أكثر من قيمتها. صحيح أن المنتخب المغربي لم يتأهل للربع النهائي، لكن على الأقل شرفنا كعرب.